البوليساريو تواجه الجيش المغربي بجيش من النساء العازبات، والقوات البرية المغربية تغير موازين اللعب في المناطق العازلة لتنفيذ عمليات نوعية فعالة، وتحذر كبرانات الجزائر ورضيعتهم البوليساريو من مخاطر الدخول إلى المناطق العازلة الحمراء، وأن كل هدف متحرك سيتحول إلى رماد في رمسة عين بواسطة تنين السماء الدرون المغربي. ولجأت جبهة الخيام في الآونة الأخيرة إلى تكوين جيش من النساء لتدريبهم لمحاربة المغرب، بعد أن أصبحوا عاجزين تماما من التحرك والتجول في الأراضي ما وراء الجدار العازل، وأيضا بسبب ارتفاع قتلاهم من الجنود، وذلك بعد تمشيط الجيش المغربي وتطهيره للمنطقة وتوسيع الجدار الدفاعي إلى مقربة الحدود الجزائرية. وبعد سنة من وقف العمل باتفاقية إطلاق النار، لم يحصد أعداء المغرب أي تقدم على أرضية الواقع، والإعلام الجزائري أصبح يشهد تحولا كبيرا بالمناطق العازلة التي كانت تقول أو يقول الإعلام الجزائري بأنها أراضي محررة، حيث كان النظام العسكري الجزائري في أي مناسبة يجمع تلك المنظمات والفاعلين السياسيين بالرشاوي ويأتي بهم إلى المنطقة أو إلى منطقة بير لحلو ويروج على أنها أراضي محررة، بل ويسوق طرح البوليساريو كما يشاء. لكن اليوم وبغباء منهم وقيامهم بدفع المرتزقة إلى إلغاء اتفاقية وقف إطلاق النار، أصبحوا يشعرون بفظاعة ذلك القرار، حيث أنهم اكتشفوا حقيقة أن المغرب لا يمكن عزمه، وأن المغرب كان يتوقع هذه الخطوة وأعد برنامجا ذكيا فوق الطاولة منذ سنين، وكان ينتظر بفارغ الصبر إلغاء وقف إطلاق النار فقط للضرب بيد من حديد، وإلغاء مصطلح الأراضي المحررة التي لطالما رددها الإعلام الجزائري وروجها في مواقعه وفي إعلامه الرسمي. واليوم أصبح ذلك من الماضي، والمنطقة العازلة أصبحت محرمة على مرتزقة الرابوني. وكشفت مصادر من تندوف أن مخيمات تندوف تعرف ظاهرة بيع كرامة النساء وتداس حقوقهن باسم الطاعة والولاء لجبهة البوليساريو، حيث أصبحوا يزيسون النساء للدفع بهن إلى مصير مجهول ومحتوم بالمنطقة العازلة بالصحراء المغربية، بل وطلب منهن محاولة الإكثار من الإنجاب لكي تضمن جبهة البوليساريو جنودا لها في المستقبل.